الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الموافق 14 من محرم لعام 43 و400 وألف، نشرع في تدريس سلسلة في العقيدة وما يتعلق بمنهج السلف. نبدأها بمتن اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قلنا اللامية لأنها مفتتحة بحرف اللام، أقصد لأن قافيتها اللام. وقلنا المنسوبة لأنها لم تثبت إلى شيخ الإسلام يقينا، وإنما قيل قد استدل ببعض أبياتها، وقيل هي على طريقته في النظم والاعتقاد، وقيل غير ذلك. وأما شيخ الإسلام فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي، من مواليد 661، وتوفي في 728 وهو مسجون بالقلعة بدمشق. وقد ترجم له ابن عبد الهادي في العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية. وهو نار على علم، طويل الباع وواسع الاطلاع وكثير العلم وقوي الحجة، أعز الله به الإسلام ونصر به الملة ومنهج السلف، وما من أحد جاء بعده إلا ويستفيد من كتبه. ألف المطولات والمختصرات في جميع أبواب الدين، وكان يرد على المتمذهبة كأنه متخصص بمذاهبهم. وقد افترق الناس فيه، فمنهم من سماه شيخ الإسلام، ومنهم من كفر من سماه شيخ الإسلام. وقد ألف ناصر الدين الدمشقي كتابا في ذكر من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام. قيل سمي ابن تيمية نسبة إلى جدته، إذا أن جده كان مسافر فرأى امرأة جميلة أو طفلة جميلة في تيماء، فلما رجع سمى تلك المرأة تيمية، والله أعلم. ومن أشهر تلاميذه ابن القيم رحمه الله، وهكذا ابن كثير والذهبي وغير واحد من العلماء. واخترنا هذه اللامية للابتداء بها في تدريس العقيدة، أولا لسهولتها وسلاستها، ثانيا للمسائل التي احتوتها، وهي من المسائل المتفق عليها بين أصحاب المذاهب الأربعة. والعقيدة هي أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين، وإن وجد خلاف في بعض تفريعات المسائل لا في أصول المسائل. والعقيدة مشتقة من عقد القلب، لأن القلب يعقد على هذا الاعتقاد ويتخذه دينا، ويلزم فيها اليقين. لا يصلح في باب العقيدة الشك والتردد، بل لا بد من اليقين. يقول رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قوله يا سائلي كأنه وجه إليه سؤال في هذا الباب. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكم من الكتب
المطولة والمختصرة التي صنفت وألفت على سؤال وجه إلى عالم من العلماء عن مذهبي طريقتي. ليس المراد بالمذهب هنا المذاهب الأربعة، الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، المراد بالمذهب ما هو عم، الطريقة. ولهذا يقولون مذهب أهل السنة والجماعة، أي طريقة أهل السنة والجماعة. وأما التمذهب إلى مذهب من المذاهب الأربعة فمذموم، لا سيما إن كان المتمذهب لا يخرج عن قول صاحب المذهب. أما إذا كان ينتمي فقط إلى الحنبلي أو إلى الشافعي أو إلى المالكي أو نحو ذلك، وهو يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن السلف الكرام، فهذا قد وجد عن مجموعة من الأئمة الأعلام. وعقيدتي أي ما اعتقدته في باب الأسماء والصفات وفي باب بقية الاعتقاد. رزق الهدى دعا له أنه أخبر عنه، إما أن يكون دعاء أن الله يرزقك الهداية، أو إخبار بأن الله سيرزق من يبحث عن الهداية، والرزق العطاء. الهداية تنقسم إلى 4 أقسام يذكرها أهل العلم. الأول هداية عامة، الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هداية لطلب المعائش ولأسباب السلامة ولنحو ذلك. التي بعدها هداية التوفيق، وهي خاصة بالله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اهدني فيمن هديت، أي وفقني فيمن وفقت. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الأدلة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. والنوع الذي يليه وهو الثالث هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عامة، فإن الله أنزل القرآن للهداية، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس إلى طريق الحق والصواب. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرابع هداية إلى الجنة والنار، وهو عائد إلى هداية الدلالة عن هداية التوفيق، والأخذ بهداية الدلالة. فمن وفقه الله هدي إلى الجنة، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ومن لم يوفق فاهدوهم إلى صراط الجحيم. من للهداية يسأل، أي يطلب ويبحث. وكأن معنى رزق الهدى رزق العلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالعلم والعمل ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اسمع أيها السائل سمع استجابة، لا سمع مجرد. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. أما السمع المجرد فقد يسمع الكفار لكن لا يستفيدون ولا يعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع سمعهم المجرد. كلام محقق، أي عالم وعارف قد حقق المسائل وعرفها بأدلتها، ليس بمقلد، لأن المقلد قد يتشكك. أما المحقق
فإنه لا يتقلب ولا يتغير. اسمع كلام محقق في قوله أيضا وفي منقوله، في قوله الذي يقول لك وفي منقوله الذي ينقله لك، لأن الإنسان قد يتكلم ابتداء ويكون من قوله، وقد يأتي بالكلام مضافا إلى غيره ويكون من منقوله. فمثلا إذا سألك أحدهم ويقول لك ما حكم مسألة كذا وكذا، تفتيه من قولك أو تفتيه من منقولك، تقول قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال ابن عباس، قال الإمام أحمد ونحو ذلك. لا ينثني يعني لا يرجع عنه، لأن الانثناء هو الرجوع. مثلا ترسل الحبل ثم تثنيه أي ترده عنه، ولا يتبدل عن الحق، ولا يتبدل لا يتغير. والسبب في ذلك أنه أخذ الحق بأدلته من الكتاب والسنة. وقد سأل هرقل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. لو تأملت جعل شيخ الإسلام رحمه الله البيتين الأولين كالمقدمة لهذه المنظومة وهذه القصيدة، ثم أتى ببيتين آخرين بين فيهما الاعتقاد الصحيح في باب الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، وبدأ به قبل غيره من الأبواب، لأن مسألة الصحابة واعتقاد فضلهم وحبهم والتأسي بهم هو سبيل للسلامة من كل بدعة. فمن سلك سبيل الصحابة قولا وفعلا واعتقادا سلم من البدع، ومن تغير عن نهج الصحابة رضوان الله عليهم قولا أو فعلا أو اعتقادا وقع في البدع. ثم إن الصحابة هم الذين جاءوا بهذا الدين إلينا بعد أن بلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة حبهم إيمان وبغضهم نفاق وكفر وطغيان. ثم إن الصحابة نزل القرآن بلغتهم، وهم الذين بينوا، وهم الذين نصروا، وهم الذين حفظوا، فلا بد من سلامة الصدور عليهم، ولا بد من اتخاذ سبيلهم منهجا وطريقا للوصول إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في الشقاق. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد خالف في الصحابة طوائف كثيرة، الرافضة والباطنية والخوارج والنواصب ومن إليهم، فلا بد من تحقيق العقيدة الصحيحة في باب الصحابة. نحن ما ندعي لهم العصمة، هم بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، لكن المنهج الذي جاءوا به منهج معصوم عن الخطأ والزلل، وهم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. فكذلك منهج الصحابة أمن للأمة من الابتداع، أمن للأمة من التفرق، أمن للأمة من التمزق والتحزب، أمن للأمة من المعاصي وغير ذلك، لأن من سلك سبيلهم سلم، ومن وقع في شيء من الزلات عاد وأناب. فيقول حب الصحابة كلهم لا انتقائية فيه. النواصب حبوا غير آل البيت،
والروافض حبوا آل البيت وأبغضوا غيرهم. لكن السني السلفي حب الصحابة كلهم لي مذهب طريق، تقدم معنا أن المذهب هو الطريق. وقبل ذلك تعريف الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة على الصحيح، هذا هو الصاحب. لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصاحب، هذا يسمى تابعي مخضرم. لكن من شرط الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإيمان. بعضهم اشترط طول الصحبة، والصحيح أنه لو رآه وهو مؤمن صافحه وهو مؤمن، سمع منه وهو مؤمن، لقيه وهو مؤمن، لأن من رآه تطلق على غير الأعمى، أما الأعمى يلقاه. وشرف الصحبة لا يعدلها شيء، ولهذا اختلفوا في أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنهم جميعا، فكان الترجيح أن معاوية أفضل لأنه لا نال شرفا لم ينله عمر بن عبد العزيز. فيكون الصحابي عنده فضل في العلم والعمل، وعنده فضل زائد في الصحبة. فقد تجد بعد الصحابة من هو أحفظ من الصحابة أو من بعض آحادهم وأعلم من بعض آحادهم، لكن شرف الصحبة لا يعدلها شيء. كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. لما ذكر فضل الصحابة وشأن الصحابة ناسب أن يذكر القربى حتى يرد على الطائفتين التي تقدم ذكرهما، الحب للجميع، إلا أن القربى نحبهم حبين: حب الإسلام والصحبة، وحب القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومودة القربى مودة محبة. القربى هم الذين حرموا الصدقة: آل جعفر وآل علي وآل عباس وآل عقيل، كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم. بها أتوسل، جواز التوسل بالعمل الصالح. لكن ما تقول اللهم إني أتوسل إليك بعلي بن أبي طالب أو بالحسن والحسين، هذا توسل بدعي. أما إذا قلت يا حسن يا حسين يا علي يا فاطمة، هذا توسل شركي. لكن المراد هنا أتوسل بمحبتي لهم، وهو من الأعمال الصالحة، لأن التوسل له 3 حالات. التوسل المشروع له 3 حالات: الأول التوسل بالأسماء والصفات، الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح. الأسماء والصفات: يا رحمن ارحمني، يا سميع اسمع دعائي. والتوسل بالعمل الصالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. والتوسل بدعاء الرجل الصالح كثير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعمى فقال يا رسول الله ادعو الله لي. والوسيلة القربة، الوسيلة القربة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أما قول القائل يا رب بهم وبآلهم وعجل بالغيث وبالفرج، هذا توسل ممنوع، توسل بدعي. وهكذا مثله وبعيسى بن مريم والكتاب المنزل وانزل الغيث يا الله، هذا أيضا من التوسلات البدعية، لأنه توسل بالذوات. كقول بعضهم اللهم إني أسألك بحق محمد أو بجاه محمد، هذا توسل بدعي. قال ولكلهم أي لجميعهم، سواء من السابقين الأولين أو الذين أسلموا بعد الفتح. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فكلهم محبوب عندنا، وكلهم يثنى عليه بالخير، لكن يتفاوتون من حيث الفضل، ولكلهم قدر منزلة ورفعة عند الله ثم عند الصالحين.
على منزلة الصحبة، منزلة العلم، منزلة العمل، منزلة الجهاد، منزلة البذل، إلى غير ذلك من الأوجه. وفضائل شمائل منها ما جاء في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكلهم له قدر ومنزلة، إما على العموم وإما على الخصوص. فبعض الصحابة ما عندنا أدلة خاصة أن فلان ابن فلان فضله كذا، لكن عندنا عموم الأدلة التي يدخلون فيها دخولا أوليا. كل أدلة الثناء على المؤمنين، على المتقين، على الصادقين، على العلماء، يدخل فيها الصحابة دخولا أوليا، ثم بعد ذلك أدلة خاصة. لكنما الصديق منهم أفضل، وهو أبو بكر الصديق، سمي بالصديق لكثرة تصديقه، وهو العتيق لأنه عتق من النار، فهو أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الأمم بعد أنبيائها ورسلها. واسمه عبد الله ابن عثمان بن أبي قحافة. اختلف في من أول من أسلم، والصحيح أنه أبو بكر من الرجال، وأما أول من أسلم مطلقا فهي خديجة. وإسلام علي بن أبي طالب كان إسلام التابع، لأنه كان صغير السن، وصغير السن يكون بعد أبيه، بعد من يربيه، من يقوم بشأنه، لكن له فضل أيضا ومنزلة. لكنما الصديق منهم أفضل بالنصوص الشرعية. حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ينكر علينا. ومن فضله أنه يوم القيامة يدعى من أبواب الجنة 8. ومن فضله أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره. ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومن فضله أنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. ومن فضله أنه الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضله أن الله عز وجل أشار إليه في القرآن بقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فسماه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. وسيأتي بقية فضائل الصحابة وما يتعلق ببعضهم في حائية ابن أبي داود إن شاء الله. فنكتفي هنا بالكلام على فضل أبي بكر رضي الله عنه، والكلام على فضل الصحابة إجمالا. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. من استطاع أن يحفظها فليحفظها. بالنسبة للأخوة الذين يرون الزيادة، نحن ما سنزيد أصلا، لأن ما نقص هنا سنجده في حائية أبي بكر بن أبي داود. وأنا لما شرحت حائية ابن أبي داود مع لامية شيخ الإسلام أشرت إلى النقص الذي في لامية شيخ الإسلام إلى ما تم الحديث عنه في حائية ابن أبي داود. بل حائية ابن أبي داود أيضا فيها شيء من النقص في كثير من المواطن، لم تستوعب المعتقد كما أن هذه لم تستوعب المعتقد. لكن خلونا نمشي معها هكذا. سنجد أيضا في السفارينية ما هو أوسع، سنجد في المنظومة الزعكرية ما هو أوسع، فسنمشي مع الجميع إن شاء الله. بارك الله فيكم. لا تستعجلوا الفائدة. الآن أنا أريدكم تخرجوا بلامية شيخ الإسلام، اللامية المنسوبة إليه. من حفظها وفهم كلماتها وفهم ما فيها من المعاني نال خيرا عظيما. ونستطيع أن ندرسها في مجلس واحد، قد درسناها في مجالس متعددة من مرة واحدة، لكن ما نريد أن نثقل عليكم. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.